السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. رمضان خلاص على الأبواب، كل سنة حضراتكم طيبين. فاحنا كلنا في كل بيت دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه بنعمل كل الأكلات اللي ما بنعملهاش طول السنة، وفي نفس الوقت اللي مش هنعرف نعملها في رمضان. فمن ضمن الأكلات ديت يا جماعة البصارة. البصارة من الأكلات الحلوة جدا جدا، بس مع الأسف من الأكلات المنسية. احنا النهاردة بقى هنعمل مع بعض البصارة بطريقة سهلة وبسيطة، بطريقة حلوة جدا. هاوريكم ازاي في الفيديو بتاعي ازاي يطلع لونها اخضر وجميل كده، من غير ما نحط لها ملوخية ومن غير ما نحط لها نعناع ولا الكلام ده كله. يطلع لونها في منتهى الجمال زي ما انتم شايفينها كده، بقوام حلو جدا، بطريقة حلوة جدا، بطريقة سهلة وبسيطة. عايزين تعرفوا انا عملتها ازاي؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو مش مشتركة معايا في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ كده الفيديو بتاعنا الأول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده يا جماعه هنجيب فول مدشوش. ربع كيلو فول مدشوش. يعني ايه فول مدشوش؟ حبايه الفول متشال منها قشرها ومقسومه نصين زي ما انتم شايفينه كده. وابدا ان انا اغسله كويس قوي 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 قوي، وبعد كده احطه على النار واروح اسلقه. هحط ايه بقى معاه؟ هحط معاه توم وبصل، مش هحط اكتر من كده. تمام تمام. دلوقتي على ما واسيبها تتسلق كده براحتها. دلوقتي هحضر التقليه بتاعه البصارة بتاعتنا. هجيب كده بقى طاسة واحط فيها معلقة محترمة كده من السمنة او معلقتين زي ما تحبي، بس هما معلقتين هيبقوا افضل يعني. تمام تمام. واجيب بقى عليهم شوية زيت، دول اخر شوية زيت في الازازة، بس مش دي اخر ازازة زيت عندنا احنا الحمد لله. خير ربنا موجود، احنا عندنا زيت تاني بس دول كان اخر شوية في الازازة، مش هرميهم يعني، لازم نصفي الازازة الاخر. وخصوصا إن الزيت غالي، بس انا الحمد لله عندي زيت تاني يعني، بس كانوا الشوية دول مكفيين. هبدأ ان انا اسيحهم كده على النار حلو قوي. ولازما الزيت يا جماعة بتاعي والسمنة اللي مع بعض دول يكونوا سخنين، ما يكونوش باردين. ليه؟ لان انا لو حطيت البصل وهم باردين، البصل هيطرى معايا وينزل ميت، وانا مش عاوزة الموضوع دوت. هسخنهم حلو قوي كده مع بعض. وهجيب كده بصلايه حلوه متوسطه او بصلتين زي ما انت تحبي طبعا، وتشوفي انت عايزه تعملي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عايزه تعملي البصل بتاعها قد ايه فتعملي. انا كنت عامله بصلتين متوسطين كده. السمنه والزيت بتوعي سخنوا قوي قوي قوي. هبدا ان انا انزل بالبصل بتاعي واحمره. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. قناتي وعيلتي مش هيكبروا الا بيكم يا احلى واجمل عيله. على فكرة يا جماعة أنا بكرة هعمل لكم فيديو حلو قوي 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 قوي، نحياني ربنا. الفيديو اللي جاي فعلا هيكون ترند، هيكون فيديو حلو قوي قوي قوي. بجد يا جماعة مفاجأة في الفيديو اللي جاي، ومفاجأة حقانية مش بهرج معاكم ولا حاجة. دلوقتي أنا حطيت البصل ونزلت بشوية ملح عليه. تمام تمام، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. بكرة الفيديو اللي أنا هعمله لكم يا جماعة هيبقى مفاجأة، لأن الفيديو ده هيبقى حلو قوي بالنسبة لي، أنا فرحانة قوي قوي قوي. وبكلمكم وأنا صوتي فرحان يعني، عشان أنا فرحانة قوي قوي بالمفاجأة اللي هقول لكم عليها بكرة. هي مش هدية ولا أي حاجة من الحاجات دي، بس خمنوا إيه هي المفاجأة. تمام تمام. هبدأ دلوقتي كده احمر البصل بتاعي كده بالراحة زي ما انتوا شايفين اهوت، ومهدية عليه النار. يعني انا حطيت البصل في زيت سخن، وبعد كده خليت النار متوسطة، لا هي واطية ولا هي عالية، عشان البصل يتحمر ويتقرمش معايا كده بايه براحته. وفي نفس الوقت الحلة بسلق فيها الفول المدشوش. حاطة معاه بصل وتوم مش اكتر من كده. تمام تمام، سهلة وبسيطة سهلة وبسيطة. حلو الكلام، كلام جميل. حلو الكلام، كلام جميل يا احلى ناس واحلى عيلة في الدنيا بحالها. او البصل بدأ يتحمر معايا اهوت. عندي كده دلوقتي الفول اهو اتسلق كويس قوي وميته قلت. هبدأ في الوقت ده احط الخضرة. بصوا انا بوريهولكوا استوى ازاي. ما بحطش الخضره في اولها يا جماعه، وده السر اللي هيخلي البصاره بتاعتي خضره قوي. ليه انا ما بحطش الخضره في الاول؟ لان حطيت الخضره في الاول واتسلقت معاها في الاول، البصاره بتاعتي هتسمر وتبقى غامقه. لكن انا بحط الخضره دلوقتي بعد ما بيستوي، وبسيبها بتاع حوالي 10 دقايق بس مش اكتر من كده. الخضره بتاعتي عباره عن كزبره وشبت، انا بوريها لكم اهيت. ما تحطوش عليها بقدونس، البصاره ما بتحطش عليها بقدونس يا جماعه. هي كزبره وشبت. وجربوها من غير ملوخيه ومن غير نعناع، هتبقى حلوه جدا جدا جدا. وبجد يا جماعه يعني بصوا البصاره دي شغل المعلم لابنه، حاجه كده من الاخر. انا فرحانه قوي يا جماعه بقى. وبكره ان شاء الله فيديو، بكره انتظروني، هيبقى فيديو حلو قوي 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 والله، مفاجاه. مش مفاجاه من اللي انا بضحك عليكم فيها، لا والله مفاجاه بجد حلوه. وعايزاكم كلكم على الفيديو اللي جاي تقولوا لي مبروك 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 مبروك. عايزه مبروك كتير قوي. المهم دلوقتي انا غطيت البصاره تاني اهيت عشان تاخد بقى الغلوتين اللي هم اخر حاجه. ومعايا كده انا طفيت النار خلاص، معايا كده البصل بتاعي احمر اهوت. بصوا لونه ذهبي وجميل ازاي. هبدأ دلوقتي بعد كده اشيل البصل على ورق تنشيف.
سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. حلو الكلام، كلام جميل. اه بص شلت البصل اهوت، ايه رايكم بقى؟ بصوا طلع جميل ومقرمش في منتهى الجمال. وشويه السمنه دول انا هحتاجهم، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. طبعا اللي شطار وعارفين البصاره بتتعمل ازاي هيبقوا عارفين احنا هنعمل بيهم ايه. دلوقتي خلاص البصاره بتاعتي استوت اهيت. الخضرة دابت فيها، والفول استوى. وعشان الفول مستوي كل حاجة سخنة الخضرة دابت بسرعة واحتفظت بلونها زي ما هو، لا اسودت ولا غمقت ولا أي حاجة. لو أنا حاطة الخضرة من الأول هتلاقيها غمقت. هبدأ دلوقتي بعد كده أضربها بقى بالخلاط بالهاند بريندر اللي موجود عندك استخدميه شغال. تمام. أنا كده هضربها بسرعة اهيت، ما خدتش مني وقت خالص. بس انت لو تحطيها في الخلاط سيبيها تبرد خالص، لسبب لان لو حطيتيها وهي سخنه زي ما هي كده في الخلاط بتاعك هيتكسر. يعني لا قدر الله قدر الله في خلاطات الشفشق الخلاط ما بيستحملش درجه الحراره عاليه، فتلاقيه فلق 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 كده. ومفيش اي ويعني ومن غير اي اسباب هتيجي تستخدميه تاني هتبص تلاقيه اتكسر منك. فيا ريت لو هتعمليها في الخلاط سيبيها لما تبرد خالص. لكن لو انت هتضربيها زي كده تمام، اشتغلي فيها وهي سخنه عادي مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي هضربها لما انعمها اخليها بصي ناعمه معايا كده خالص خالص خالص. وتبقى ايه تمام التمام وحاجه كده ايه، عسل لوز العنب زي ما بيقولوا. بصراحه يا جماعه البصاره دي فظيعه، من الاكلات الوهم. بصوا بقى هبدأ احط عليها شطة وكزبرة ناشفة وكمون وملح مش اكتر من كده. وديت السمنة اللي انا حمرت فيها البصل هروح حطها عليها. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في التركية الجميلة ديت؟ التوابل بتاعة البصارة يا جماعة ما بحطش غير كمون وكزبرة ناشفة وشطة وملح بس، ما تحطوش حاجة اكتر من كده، ما تجودوش. ودلوقتي بقى البصل بتاعي اللي انا محمراه هاخد حبة منه كده على البصارة وهي لسه على البوتاجاز. خليها يا جماعة بقى مسكرة وطعمها ايه عسل، تبقى تحفة. حلوة جدا 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 جدا. يقول لك يا جماعة انا فرحانة والله العظيم، الحمد لله، ربنا يا رب يفرحنا كلنا يا رب. بصوا بقى اقلبها كده كويس في قلب بعضها كده. انا قلبت بقى الملح مع الكمون مع الكزبره الناشفه مع الشطه الحمراء مع حبه البصل الجمال اللي انا حطيتهم مع شويه السمنه العسل اللي انا حطيتهم. ونقلب كده تقليبه حلوه قوي قوي قوي. ونديها غلوه واحده بس. الكلام ده كله هيغلي معايا. بصوا لونها حلو ازاي، ايه رايكم في الجمال دوت؟ وناعمه ودايبه دوب كده ايه. مش عايزه اقول لكم يا جماعه بجد والله. يا جماعه انا ما بحبش اتكلم عن نفسي والله، بس الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. انا يا جماعه بقى عايزه قناتي كده وعيلتي مش هيكبروا الا بيكم. ونفسي كده اللي يفتح الفيديو بتاعي يتفرج عليه لغايه الاخر، لان انا يا جماعه بلاقي اللي بيشوف الفيديوهات ما بيكملهاش اصلا يعني. وفي ناس بتكتب لي تعليقات وما فتحتش الفيديو اصلا، لان ده كله انا بعرفه من استوديو اليوتيوب. فبعرف مين اللي شاف الفيديوهات بتاعتي ومين اللي فتح حبه ومين اللي كتب تعليق من غير ما يفتح اصلا. خلاص كده البصاره بتاعتي جهزت وبقت في منتهى الجمال وطفيت عليها. هبدا ان انا احطها في الاطباق واقدمها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني بصوا شكلها ما خدتش مني اي حاجة خالص. والبصارة دي من الاكلات اللي بتاكل يا جماعة، فظيعة. الواحد ياكل منها كده ويدوس بقى، ياكل كده ياكل رغيف وياكل التاني ما يحسش بنفسه. فبصراحة من الاكلات المنسية، يعني هي من الاكلات الحلوة المنسية. بصوا كده اول طبقة اهوت. تبارك الرحمن، الكمية بتاعتي دي الربع كيلو الفول دوت عمل لي 6 اطباق ما شاء الله الله اكبر. هبدأ كده بقى ازوقها ببقية البصل اللي موجود عندي. يا سلام يا سلام يا سلام على الشغل العالي، يا سلام يا سلام. عشاق البصارة يجمعوا معايا هنا يا جماعة. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا الطعمة، مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. وطعمها كان تحفة وحاجة كده ايه بقى، عسل عسل عسل. بصوا يعني بصوا حتى البصل طالع جميل ازاي، مقرمش كده وفظيع، والاطباق جميله كده وحاجه كده حلوه. ويا سلام بقى لو رغيف بلدي معانا على حبه ترشي بلدي، يا سلام على العسل البلدي يوكل زي ما بيقولوا. كده بقى بصوا البصاره جميله وقوامها حلوه اهيت ومظبوطه. قوامها حلو، وانتوا بتسلقوها ما تكتروش الميه فيها قوي يا جماعه عشان ما تبقاش ايه سايحه معاكم كده. بصوا قوامها مظبوط مع رغيف بلدي مع سلطانيه الترشي البلدي، ويديله يا معلم والف هنا والف شفا اللي ياكل. انا بقى عايزاكم بعد ما تخلصوا الفيديو بتاعي ده كلكم كده تتشجعوا وتقوموا تعملوا البصاره. تنسونيش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش كمان يا حبايب قلبي في فيديو بكره اللي فيه المفاجآت ان شاء الله نحيينا ربنا. في مفاجاه حلوه قوي 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 قوي. انا بقول لكم عليها من دلوقتي عشان تنتظروا الفيديو القادم واقول لكم
اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.